عارفين ليه احنا بعد استئصال الغده الدرقيه ما زلنا تعبانين؟ والناس اللي لسه ما شالوهاش بس عندهم خمول وعندهم نشاط ولحد بيقعدوا بالسنين ماشيين على الالتروكسين العمر كله. وبالنسبه للناس اللي شالت الغده الدرقيه كمان، المفروض ان احنا شلناها نبقى كويسين. المفروض ان احنا كنا شلناها يبقى ان احنا حالتنا صحيه كويسه، لان احنا بناخد الهرمون. نروح نعمل تحليل الهرموني عالي منخفض ونفضل في دوامه من التعب. دوامه التعب دي ليه بقى؟ لان احنا ما عالجناش السبب. ما عرفناش ايه اللي خلى جسمنا حصل له كده. ما عرفناش ايه اللي خلى جسمنا حصل فيه خلل وشلنا الغده الدرقيه. ومن بعد ما شلنا الغده الدرقيه في اجسام مضاده، في تعب، في ارهاق، بناكل الاكل ما بنستفادش منه، ما بننام وبنقوم تعبانين، والحاله الصحيه بتزيد اكتر. وكل ما الحاله الصحيه بتزيد اكتر سوء، وكل ما بنتقدم في العمر كل ما بنتعب اكتر، وكل ما بيبقى عندنا همدان وارهاق وقله طاقه، وده بيأثر على حياتنا العمليه، وبيأثر على حياتنا الصحيه، وبيأثر على كل المحيط اللي حوالينا. ليه السبب؟ لان احنا عشان يحصل خلل في الغده الدرقيه من البدايه بيحصل خلل في الكبد. يعني ايه خلل في الكبد؟ طول ما احنا بندخل لجسمنا اكلات بتزود التهابات الجسم، واكلات فيها اكسده كتير. الكبد المفروض المسؤول عن تفلتره الجسم من السموم هو والكلى. طيب انا دلوقتي لما باكل زيوت، لما باكل اكل مش صحي زي النشويات، زي السكريات، زي الزيوت المهدرجه اللي بتيجي من السوبر ماركت، الزيت والسمنه اللي بتيجي من السوبر ماركت، كل الحاجات دي الجسم ما بيتعرفش عليها. فلما الجسم ما بيتعرفش عليها ايه اللي بيحصل؟ بتتحول في الخلايا. تمام، دي نقطه. النقطه الثانيه، الكبد من كتر ما هو بيعاني بسبب السموم اللي بيحصل، الكبد بيحصل له بيبقى كبد دهني. مجرد ما بيبقى كبد دهني بيبتدي السموم تتراكم في الجسم. انا مثلا ضربت عندي الغده الدرقيه، في غيري ضرب عنده يبقى عنده سكر، في اللي عنده التهابات في الكلى او فشل كلوي، في اللي عنده التهابات في المفاصل، في اللي عنده زهايمر، في اللي عنده امراض المناعيه، في اللي عنده سرطان. كل ده سببه اساسي ايه؟ تغذيتنا الغلط، نومنا الغلط، حياتنا واللايف ستايل بتاعنا الغلط. احنا ما بنمارسش رياضه، ما بنتنفسش كويس، ما بناكلش اكل صحي، ما بننامش بدري، ما بنصحاش بدري، ما بنديش الفرصه للجسم ان هو ينظف نفسه بنفسه، ما بنديش فرصه للجروث هرمون اللي هو هرمون النمو يطلع بصوره طبيعيه يعالج جسمنا، ويبتدي ان هو يصنع خلايا جديده، ويخلي الخلايا الجديده دي تاكل الخلايا القديمه وتتحول لطاقه في الجسم. جسمنا بيصلح نفسه بنفسه. اي مرض، اي عايزين نخس، اي مشاكل صحيه بتحصل في جسمنا ما بتتعالجش غير واحنا نايمين. نايمين امتى؟ نايمين من الساعه 10، لو مش من 8 كمان يكون افضل، بس مفيش حد هينام 8. من 10 للساعه 12، عشان هرمون النمو بيطلع في وقتين. بيطلع من وقت الساعه 10 للساعه 12 بالليل، وفي وقت من بعد الفجر للساعه 7 الصبح. عشان كده سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا ننام بدري ونصحى بدري. لما بتنامي بدري وتكوني مش واكله 4 ساعات قبليها، علشان جسمك يبتدي ان هو ينظف نفسه بنفسه ويحصل العمليات الحيويه كلها، ما يبقاش مشغول في هضم الاكل اللي انت واكلاه قبل ما تنامي. يبتدي الهرمون النموي يطلع، وبنقوم بعد كده نصلي الفجر ونشتغل. لما بنصلي الفجر ونشتغل عمرك ما هيبقى عندك خمول ولا ارهاق ولا قله طاقه ولا اي شيء. وكمان نعرف احنا بناكل ايه وبنشرب ايه وندخل امتى اكلنا. ما تحاوليش انك انت اول ما تقومي من النوم تاكلي، لا. اول ما تقوموا من النوم شو اعملوا رياضه، اتمشوا، صلوا، اعملوا تنفس صحيح، كل الحاجات دي. طيب انا دلوقتي شلت الغده الدرقيه وما زلت تعبانه وعندي مشاكل صحيه كتير ومش عارفه اعمل ايه. ليه؟ اولا احنا لازم نمنع كل مسببات الامراض، كل مسببات الالتهابات في الجسم، وكمان نخلي الجسم يبتدي يتنفس، لان احنا عمالين بقالنا سنين مخلين جسمنا مرهق من كتر السموم دي. يبقى ننضف جسمنا من السموم. ننضف جسمنا من السموم ازاي؟ ان احنا ناكل اكل صحي، ان احنا ناكل نمنع السكريات والنشويات والزيوت المهدرجه، ان احنا كمان نمارس رياضه. كمان اول ما تقومي من النوم، ده بالنسبه لي عندهم الغده الدرقيه، اول ما تقومي من النوم اول حاجه لازم تثبتي ميعاد الجرعه بتاعه هرمون الغده الدرقيه. يعني بتاخديها الساعه 7 الصبح، يبقى لازم كل يوم الساعه 7 الصبح. طيب اكل ايه؟ ممنوع منعا باتا منتجات الألبان تتاكل بعد هرمون الغدة الدرقية غير ب4 ساعات. أي مكمل غذائي عشان ناخده ونستفاد بيه بعد 4 ساعات. احنا عايزين ندي جسمنا ان هو ان هو يستفاد بهرمون الغدة الدرقية. احنا كده لما بناكل منتجات الألبان خصوصا بعد أخدان هرمون الغدة الدرقية، حتى لو بعديها بساعة، لا احنا كده بنخلي الهرمون يبقى امتصاصه أقل. فاحنا لازم يبقى احنا نثبت الجرعه بتاعه هرمون الغده الدرقيه، ناكل اكل صحي، وفي نفس الوقت كمان ان احنا ما ناخدش منتجات الالبان واي مكمل غذائي بعديها ب4 ساعات. ثبتوا النقاط دي. الى جانب الهرمون بتاع الغده الدرقيه يتحط في الثلاجه،
علشان ما يتاثرش، لان الماده الفعاله بتاعته بتتاثر بدرجه حراره الجو في الحر. فاحنا نحطه في التلاجة ونمشي بالخطوات اللي انا قلتها دي، وان شاء الله هنبقى كويسين. ناخد فيتامينات ومعادن تكون من مصدر طبيعي، ما تكونش من مصدر مصنع. الكالسيوم، الناس اللي بتاخد كالسيوم يا ريت ياخدوه من مصادر طبيعيه زي السمسم، زي الخضار، زي الورقيات، لكن ما تاخدوش من كالسيوم مصنع من الصيدليه. تمام، لانه بيترسب على القلب وعلى الاوعيه الدمويه وعلى المراره ويعمل حصوات كلى، وده كله ما بتستفيديش بيه. لو لو الحاله تستدعي ان احنا ناخد كالسيوم خارجي، يبقى لازم يكون معاه فيتامين كيتو، وكمان يكون معاه فيتامين د وبجرعه كبيره، وفي نفس الوقت كمان ناخد بوتاسيوم وناخد مغنيسيوم وناخد كل المكملات اللي جسمنا محتاج لها. لازم تشيكوا على جسمكم في كل كام شهر ان انتوا ما عندكوش انيميا، ان انتوا ما عندكوش يوريك اسيد عالي، ان انتوا ما عندكوش مشاكل صحيه، كل الحاجات دي. لكن انا شلت الغده الدرقيه وفي الاخر شكرا على كده؟ لا، هنفضل تعبانين وهنفضل عندنا مضادات الاكسده عندنا عاليه والتهابات جسمنا عاليه، وهتبص تلاقي الامراض بتتتالى، وفي نفس الوقت احنا ما زلنا تعبانين. جربوا كل اللي انا قلت لكم عليه ده وامشوا بالخطوات اللي انا قلتها، ولازم تتبعوا حميه ونظام حياه واسلوب حياه، من نوم، من اكل، من شرب، من حركه، من رياضه، كل الحاجات دي في الاخر اتفرجوا على جسمكم. لان احنا لو ما اتبعناش كل الطرق دي، كل الانظمه دي، او كل الخطوات اللي انا بقولها دي، هيجي علينا وقت زي ما فقدنا الغده الدرقيه هنفقد عندنا مشاكل في الكلى، مشاكل في الكبد، مشاكل في القلب، كل ده لان الغده الدرقيه ليها مستقبل في كل خلايا الجسم. لو احنا ما ظبطناش جسمنا، الغده الدرقيه مش هتعرف، او الهرمون اللي احنا بناخده هيبقى ملوش لازمه. عشان كده احنا بنحس بالتعب بقله الطاقه وبقله قوه الهرمون. فجربوا كل اللي انا بقول لكم عليه ده وتمشوا بيه، واكتبوا لي في التعليقات وقولوا لي الطريقه لما تمشوا عليها، امشوا عليها شهر وارجعوا لي تاني، قولوا لي الطريقه دي نفعت معاكم ولا لا. سلام عليكم.